حكايتنا أقدم حكاية في مجالنا، بإيدين ومواد خام مصرية 100%. كل حتة خشب كان ليها حكاية طويلة بشكل وحجم مختلفين، وده قبل ما توصل لينا. بس لما بنشوفهم بيبقى كل همنا نخليهم والأول مرة يتفقوا على حاجة واحدة. بس علشان نحقق لك اللي بتتمناه ونبدأ لك حكاية جديدة، من أول تقطيع الخشب مرورا بتجفيفه ومسحه، بعدين صنفرته، وكمان تجميعه باليوريا الحاصلة على مواصفات الايزو للجودة، وتنظيف قوايمه، بعد كده كبسه، بعدين صنفرته تاني، وده بيكون قبل ما يوصل لك بشكله النهائي. جايز تكون مش عارف حكايته، احنا عندنا الحكاية وموجودين علشان نشاركك فيها، ودي فاكتوري أصل الحكاية. عاما على إنشاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدك. بعدين صنفرته، وكمان تجميعه باليوريا الحاصلة على مواصفات الايزو للجودة، حكايتنا أقدم حكاية في مجالنا، بإيدين ومواد خام مصرية 100%. كل حتة خشب كان ليها حكاية طويلة بشكل وحجم مختلفين، وده قبل ما توصل لينا. بس لما بنشوفهم بيبقى كل همنا نخليهم والأول مرة يتفقوا على حاجة واحدة. بس علشان نحقق لك اللي بتتمناه ونبدأ لك حكاية جديدة، من أول تقطيع الخشب مرورا بتجفيفه ومسحه، بعدين صنفرته، وكمان تجميعه باليوريا الحاصلة على مواصفات الايزو للجودة، وتنظيف قوايمه، بعد كده كبسه، بعدين صنفرته تاني، وده بيكون قبل ما يوصل لك بشكله النهائي. جايز تكون مش عارف حكايته، احنا عندنا الحكاية وموجودين علشان نشاركك فيها، ودي فاكتوري أصل الحكاية.
لكم تاني مستمعينا ومشاهدين راديو انتيكا في كل مكان، سواء على البودكاست بتاعنا على الفيسبوك او من خلال اللايف الانستجرام معانا. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني معتز سالم وبرنامج الليله ويك اند. يا جماعه برنامج بيتكلم بسرعه رهيبه جدا عن جميع الاحداث اللي بتحصل خلال الاسبوع، مواضيع كتير والقصص كتير والحوارات اكتر. يعني داخلين لكم النهارده الحلقه بفقره جديده اسمها سكرول. هنسكرول مع بعض شويه فيديوهات منتشره الفتره دي على السوشيال ميديا ونتفرج عليها. طبعا دي هتبقى الفقره رقم 2 معانا النهارده. نبدا النهارده الفقره الرئيسيه بتاعتنا او بدايه فقراتنا مع الفقرات الرياضيه. خلينا نتكلم الاول ان منتخب مصر عمل التجمع الرسمي بتاعه خلاص، ويعني اختاروا التشكيله الرسميه بتاعتهم. معانا في طبعا قبل ما نتكلم عن التشكيله، اخيرا سام مرسي رجع تاني تشكيله المنتخب المصري. معانا في حراسه المرمى الشناوي ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل، وفي خط الدفاع محمد هاني وعمر كمال واحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد، وكمان محمد حمدي واحمد فتوح. خط الوسط طبعا في الامبراطور طارق حامد ومروان عطيه وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حماده ومحمد رضا بوبو وحديث الساعه احمد السيد زيزو. خط الهجوم محمد صلاح نجم النجوم، المو صلاح ال7 مليار، هنشوفهم بعدين وهنتكلم عليهم قدام. ولكن خلينا نقول ان هو كمان معاه مصطفى فتحي وعمر مرموش وابراهيم عادل ومصطفى محمد ومحمد شريف واسامه فيصل. عايز اقول لكم ان اتحاد الكوره المصري اعلن عن مواعيد مباريات مصر في تصفيات كاس العالم مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وده هيكون في الفتره من 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. ده هيكون في مصر مع جيبوتي، وماتش سيراليون هيكون برضه في نفس الفتره اللي هي من 13 ل 21 نوفمبر، وده هيكون بره مصر. يعني احنا في الاول هنحدد ماتش جيبوتي في الفتره اللي هي من 13 ل 21، وبعد ما نحدد ماتش جيبوتي ان شاء الله هنخش على ماتش السيراليون. ده كلام ده في سنه 2023. اما في 2024 بوركينا فاسو من 3 ل 11 يونيو 2024، وغينيا بيساو في نفس الفكره برضه نفس الفتره من 3 ل 11 يونيو 24، وده هيكون بره مصر. نخش سريعا كده مع بعض على خبر كمان يخص اتحاد الكوره. خبر بيقول ان الاتحاد المصري اتفق مع الكابتن بريرا اللي هو رئيس لجنه الحكام ان احنا ما نستعينش باي حكام اجانب الموسم ده. طبعا ده يعني خطوه ايجابيه نحو ان احنا يكون عندنا حكام مصريين قادرين على اداره دوري قوي، وتكون المنظومه قويه مش زي الفترات والسنين اللي فاتت. طبعا يعني ما ننساش نقول يا جماعه ان النهارده الذكرى يعني 17 لوفاه المغفور له يا رب والخلوق جدا كابتن محمد عبد الوهاب لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا. وبمناسبه النادي الاهلي ودخولنا بقى على اخبار النادي الاهلي، يا جماعه عايز اقول لكم ان في معايا خبر طبعا كلنا واخدين بالنا منه على السوشيال ميديا، ان كابتن امام عاشور عايز رقم 22. رقم 22 يا كابتن امام رقم كبير جدا، رقم مهم جدا، بيمثل للاهلاويه قيمه كبيره جدا، لان اخر واحد لابسه وعلم معانا كابتن ابو تريكه، بغض النظر عن كابتن صالح جمعه يعني. تمام؟ ففكره اختيار الكابتن امام لرقم 22 هي فكره كويسه جدا وفكره يعني جميله، ولكن خليني اقول لحضرتك مسؤوليه كبيره جدا 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 جدا. خش كمان على الخبر اللي بعديه بقى، وان الاهلي المصري مع شركه اديداس العالميه ده بناء طبيعي لكمال الاجسام بدون اي تدخلات بشريه غير الرياضه. طبعا دي كانت موجوده في دبي، ودي كانت تحت سيطره مصريه تامه جدا، وكان بطل البطوله دي كابتن هشام المرجوشي، وده اول محترف كمال اجسام للطبيعيين في مصر. نطلع فاصل سريع ونرجع مع بعض نكمل اخبارنا في الكوره المحليه. نشوف بقى هندسه الصوت في الراديو مجهزانا ايه نسمعه مع بعض، وكمان نسمع ونتفرج ونشوف الاعلانات بتاعتنا الجميله مع الرعاه الجداد اللي معانا في الراديو. شكرا جدا لحضراتكم، استنوني بعد الفاصل هكون معاكم معتز سالم وبرنامج الليله ويك اند، ما تروحوش في حته.
حكايتنا أقدم حكاية في مجالنا، بإيدين ومواد خام مصرية 100%. كل حتة خشب كان ليها حكاية طويلة بشكل وحجم مختلفين، وده قبل ما توصل لينا. بس لما بنشوفهم بيبقى كل همنا نخليهم والأول مرة يتفقوا على حاجة واحدة. بس علشان نحقق لك اللي بتتمناه ونبدأ لك حكاية جديدة، من أول تقطيع الخشب مرورا بتجفيفه ومسحه، بعدين صنفرته، وكمان تجميعه باليوريا الحاصلة على مواصفات الايزو للجودة. وتنظيف قوايمه، بعد كده كبسه، بعدين صنفرته تاني. وده بيكون قبل ما يوصل لك بشكله النهائي. جايز تكون مش عارف حكايته، احنا عندنا الحكاية وموجودين علشان نشاركك فيها. ودي فاكتوري أصل الحكاية.
مع معتز سالم المفروض بيجي لكم كل خميس الساعه 10. اتاخرنا عليكم شويه، كان في شويه مشاكل في النت والحمد لله حليناها. مش مشكله، دي مش من عندنا والله، من السنترال يعني. خليني اقول لكم ان في خبر مهم جدا احنا يعني كان لازم نقوله قبل ما نخش على الاخبار العالميه. هو خبر عالمي ومحلي الاثنين في نفس الوقت. اللاعبه حبيبه مرزوق ما تيجوا نتفرج ونسمع ونشوف بدل ما نتكلم. بطريقه تليق بينا في المحافل العالميه. بطلة افريقيا طبعا حبيبه مرزوق، مبروك يا حبيبه على الميداليه الذهبيه في بطوله افريقيا، وشرفتينا في بطوله العالم. طبعا احنا مستنيين حبيبه ترفع اسم مصر في اولمبياد باريس ان شاء الله في 2024. سيبكوا بقى مع قفله المشهد الجامده ده. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Shukran, Habiba Marzouk! شرفتي مصر يا حبيبه، وبصراحه يعني بنشكرك على الفكره ان انت تطلعي الهويه المصريه والايدنتيتي المصريه للعالم، وتكوني سفيره عظيمه جدا لجمهوريه مصر العربيه، عشان تقولي للعالم كله احنا المصريين هم الحضاره والثقافه والفنون والرياضه لما يجتمعوا في مشهد واحد زي ما حبيبه عملت بالظبط. ثقافه، حضاره، فنون ورياضه، حاجه يعني طابلو كامل متكامل من كل حاجه. نبدا بقى نخش على الاخبار العالميه. طازه لسه من شويه قرعه دوري الابطال. طبعا يعني عايز اقول لكم مع انتقال 3/4 النجوم للدوري السعودي، لو كانت يعني النجوم لسه موجوده في فرقها كنا شفنا مثلا ايه يعني مجموعات ناريه. بس خلينا نقول على قد الاسماء اللي موجوده انها مجموعات ناريه. فمثلا عندك بايرن ميونشن ومانشستر يونايتد وكوبنهاجن وجالاتا سراي في المجموعه الاولى، والمجموعه الثانيه اشبيليه وارسنال واندهوفن ولانس. المجموعه الثالثه نابولي، ريال مدريد، سبورتنج براغا ويونيون يونيون برلين انا اسف. المجموعه الرابعه معانا بنفيكا وانتر وسالزبورج وريال سوسيداد. والمجموعه الخامسه فينورد، اتلتيكو مدريد، لاتسيو وسيلتيك. المجموعه السادسه باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل. المجموعه السابعه السيتي طبعا حامل اللقب ولايسبرج والنجم الاحمر ويانج بويز. دي اسهل مجموعه يا جماعه حرفيا، لايسبرج ونجم الاحمر ويانج بويز. بيقولوا مانشستر سيتي حافظ على اللقب يعني. المجموعه الثامنه برشلونه، بورتو، شختار ورويال انتويرب. حابب اقول لكم برضو على هامش القرعه دي، تم اختيار النهارده كابتن بيب جوارديولا خلاص افضل مدرب في اوروبا، وكمان تم اختيار هالاند افضل لاعب في اوروبا، وكمان جوه انجلترا. يعني انجلترا جايزه واوروبا الجايزه الثانيه. بمناسبه ان احنا لسه في العالميه وصلاح ابننا الجميل منورنا ومشرفنا في العالميه، جاله فرمان من ماما عبله كامل بتقول له يا صلاح بلاش كده يا صلاح، يعني خليك معانا، رايح فين؟ انت مشرفنا في ليفربول، خلي اتحاد جده لما تيجي تعتزل. الست قالتها خلاص، قالت اللي جوانا، اسمع الكلام يا صلاح. طبعا يعني ربنا يخليك يا صلاح، يعني انت مشرفنا دايما ودايما يعني مصلحتك طبعا اهم حاجه وكل حاجه.
وانت راجل بروفيشنال وعارف انت بتعمل ايه. بس احنا طبعا المصريين بعاطفتنا بنبقى حابين نشوفك في اعلى كل حاجه. طبعا ده لا يقلل من الدوري السعودي في شيء، ولكن ليفربول من اعرق فرق العالم ومن احسن فرق العالم. فوجودك في ليفربول لينا احنا كمصريين يعني كعاطفه حاجه احلى بكتير من ان انت تروح اي دوري تاني في العالم، لان انت بقيت ملك ليفربول يا صلاح. طبعا فنانين كتير اتكلموا في الموضوع ده، منهم الاستاذ الكبير الاستاذ صلاح عبد الله. عمل صوره متركبه فوتوشوب لصلاح واقف في اوضه اللبس بتصور سيلفي كده، وهو واقف وراه، وهو اصلا ما كانش راح خالص ولا شاف صلاح في اللقطه دي خالص. يعني كانت صوره متركبه وكتب فيها صلاح، يعني كتب له رباعيه حلوه كده فيما معناها يعني اللي هو انا وانت عايز تروح اتحاد جده يا سيدي روح، بس يعني احنا حابين نشوفك في ليفربول يعني. معانا خبر كمان مش لطيف. انا مش حابب يعني ان انا اتكلم في الموضوع ده كتير، بس خليني اقول لك ان رئيس الاتحاد الاسباني، اسبانيا لمنتخب السيدات كسبوا كاس العالم. فعلى المنصه رئيس الاتحاد الاسباني لكره القدم خد اللعيبه بالحضن وهاتك يا بص وهاتك يا احضان، وفي كابتن الفريق قام اعمل كيت يا ابني بس تمام قدام العالم. فالناس اتهموه بالتحرش باللاعبات وان ده مش هينفع، والاتحاد الدولي طلب ان الموضوع يعني ان هو يتم اقاله الراجل ده. فالاتحاد الاسباني رفض واسبانيا رفضت وفريق برشلونه رفض وقال انا هدعم رئيس الاتحاد بتاعي ومش هسمح بالكلام ده. في لاعبات تذمرت من الموضوع، وفي لاعبات اصلا كانت شاكيه مدرب الفريق قبل كده ولكن دون جدوى. فالموضوع هيمر مرور الكرام سبحان الله يعني لا تعليق. خليني اقول لكم برضو معانا خبر حلو كده لرونالدو الجميل العظيم. زي ما انتم شايفين الروني CR7 خد افضل لاعب في الدوري السعودي الشهر ده. حبيبي يا رونالدو والله انا مش عارف اقول لكم ايه. انا دلوقتي يعني حرفيا قربت اخلص الحلقه تمام، هطلع فاصل وهرجع لكم بموضوع الحلقه سفاح الجيزه. استنوني ما تروحوش في حته، هكون معاكم معتز سالم وبرنامج الليله ويك اند على راديو انتيكا. شوفونا على البودكاست او اسمعونا على راديو انتيكا .com او لايف الانستجرام. استنونا ما تروحوش في حته. حكايتنا أقدم حكاية في مجالنا، بإيدين ومواد خام مصرية 100%. كل حتة خشب كان ليها حكاية طويلة بشكل وحجم مختلفين، وده قبل ما توصل لينا. بس لما بنشوفهم بيبقى كل همنا نخليهم والأول مرة يتفقوا على حاجة واحدة. بس علشان نحقق لك اللي بتتمناه ونبدأ لك حكاية جديدة من أول تقطيع الخشب مرورا بتجفيفه ومسحه بعدين صنفرته، وكمان تجميعه باليوريا الحاصلة على مواصفات الايزو للجودة. وتنظيف قوايمه، بعد كده كبسه، بعدين صنفرته تاني. وده بيكون قبل ما يوصل لك بشكله النهائي. جايز تكون مش عارف حكايته، احنا عندنا الحكاية وموجودين علشان نشاركك فيها. ودي فاكتوري أصل الحكاية.
للمصريين في الخارج. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صوبيا فول طعمية كشري، دوب بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عيدية بومب ولبس جديد، فن سيما وغنى وتياترو، حفلة 3 بسيبة مترو، موائد الرحمن وفن. انا على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك او لايف الانستجرام. ازيكم عاملين ايه؟ عاملين ايه اخباركم؟ حد فتح قبل كده مره مثلا ابلكيشن اسمه شاهد او واتشد او نتفليكس ولقى ان الحاجات اللي هي فوق ال 18 المرعبه مش مكتوب عليها بلس 18؟ اكيد بنلاقي المسلسلات او الافلام اللي موجوده على المنصات الخاصه بالمشاهدات، الحاجات دي بتقيم ازاي يا جماعه؟ اول حاجه كده لما بنفتح يعني مسلسل سفاح الجيزه مش مكتوب عليها بلس 18. الخريجة شاهد مصطفى صابر الدم دي بلس 21 بلس 26 اشكال ناس ميته في ثلاجه. ده الحلقه الاولى، ده احنا بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك عامل ايه؟ في حاجات تضحك، يعني حرفيا في حاجات تضحك. حاجات تضحك اللي هو انتوا يا جماعه بتعرضوا لنا ايه؟ مش حاجات تضحك ليها كوميديا، لا الضحك في هنا في ايه؟ لو انت مش واخد بالك انت بتقدم ايه للناس. انت بتخش بيوت، يعني هات لي كده الناس اللي عندها يعني تلفزيونات سمارت تي في والكلام ده، كم واحد ما عندوش على السمارت تي في بتاعه شاهد مثلا او واتشد او نتفليكس؟ قليلين على فكره. كم واحد في مصر ما عندوش جهاز الاي بي تي في اللي بيجيب له كل المسلسلات والافلام اللي بتنزل في لحظتها؟ كتير على فكره. الحاجات دي يا جماعه ما ينفعش تبقى متاحه كده. اكتب عليها بلس 21 عشان الاهل على الاقل ما يقعدوش الاطفال الصغيرين يتعلموا من هم صغيرين ان احنا عادي جدا نتفرج على واحد بيجيب واحده من رقبتها والسكينه ازاي. التكنيك نفسه في القتل بيظهر باحترافيه. احنا بنعلم الناس يبقوا محترفين في القتل. موضوع شائك جدا موضوع سفاح الجيزه، وانا عارف ان هو يعني يجب تناوله، ولكن ما نبقاش محترفين لدرجه التمثيل ان احنا نمثل الجريمه. يا سيدي بين ان في جريمه، باين ان في كارثه حصلت، باين ان في مشكله. ما ينفعش كده. حاجه كمان في سفاح الجيزه، ما بيحاولوا يوصلوا للناس ان اي حد محترم قلق منه. يا سلام، يعني اي حد يبقى محترم هيبقى سفاح الجيزه؟
يعني انا مش عارف حقيقي جدا، مش عارف. ماشي عموما يعني الموضوع ده هيطول شرحه، هنتكلم فيه تاني، ولكن الاعداد بيقول لي يطلع فاصل، فاحنا هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم. استنوني ما تروحوش في حته. حكايتنا أقدم حكاية في مجالنا، بإيدين ومواد خام مصرية 100%. كل حتة خشب كان ليها حكاية طويلة بشكل وحجم مختلفين، وده قبل ما توصل لينا. بس لما بنشوفهم بيبقى كل همنا نخليهم والأول مرة يتفقوا على حاجة واحدة. بس علشان نحقق لك اللي بتتمناه ونبدأ لك حكاية جديدة من أول تقطيع الخشب، مرورا بتجفيفه ومسحه، بعدين صنفرته، وكمان تجميعه باليوريا الحاصلة على مواصفات الايزو للجودة. وتنظيف قوايمه، بعد كده كبسه، بعدين صنفرته تاني. وده بيكون قبل ما يوصل لك بشكله النهائي. جايز تكون مش عارف حكايته، احنا عندنا الحكاية وموجودين علشان نشاركك فيها. ودي فاكتوري أصل الحكاية. اعدل الكادر، اعدل الكادر، اعدل الكادر. ايش؟ ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومشاهدين راديو انتيكا في كل مكان. وقبل الفاصل كنا بنتكلم في برنامج الليله ويك اند مع معتز سالم على سفاح الجيزه ومسلسل سفاح الجيزه. انا مش عايز اتكلم عن الجريمه واعرضها واشرح تفاصيلها، لانها قتلت بحثا، وناس كتير جدا دخلت واتفرجت وشافت الدنيا ماشيه ازاي فيها، وعرفوا الراجل الاخ القذافي ده يعني موت الناس دي ازاي. ده يعني جنون في القتل، يعني ده قاتل متسلسل، ده مش بني ادم طبيعي. فقصه زي دي لما اجي اعرضها، هل انا بطالب الناس انه يصعب عليهم مثلا؟ ما هو الهدف من ان انت حضرتك توصلني ان انا اعرف القصه فنيا بتوثق ايه؟ انا ده شيء مهم جدا. حضرتك بتوثق جريمه زي دي ليه؟ التاريخ يفتكر قصه زي دي ليه؟ ما علينا، خلونا نخرج بره سفاح الجيزه ونخش على السوشيال ميديا المدمره في الفنانين. يعني يا جماعه بلاش يعني تنشروا هذه الحاجات على السوشيال ميديا. يعني الاستاذه علياء البسيوني نشرت ستوري بتقول فيها انها اتطلقت من الاستاذ احمد سعد، ويعني كتبت ستوري طويله عريضه فيما معناه انها بتحاول تهزقه، يعني او تسمعه كلمتين عشان هو يعني طلقها كده. يعني حاسس ان البيت اتخرب، والنبي لا هفرج عليك امه لا اله الا الله. يا جماعه البيوت لها حرمه ولها اسرار، والله انا ما اقصدش حاجه يعني، وحضراتكم حرين في حياتكم، ولكن مش كده. حتى لو انتوا نجوم ما تطلعوش كل ده قدام الناس، مش من حق الناس تتدخل في هذه التفاصيل. فطبعا ما يمرش هذا البوست يعني مرور الكرام الا والفنانه الجميله سمال خشاب. يا لهوي ليه؟ الستوري الفيديو اللي انتوا شفتوه من شويه طالع ده، يا لهوي تعملوا ليه؟ كومنت في البوست. يا لهوي ليه؟ يعني يا لهوي دي شماتة يا استاذه سميه. يا لهوي ليه؟ ايه يعني يا لهوي؟ يا لهوي ليه؟ بتستفيدي ايه من يا لهوي ليه؟ نقفل كده، انت هتفضحونا بالمشهد اللي انتوا بتجيبوه ده، كفايه. ماشي. طبعا يعني
انا موضوع سمية الخشاب ده جميل جدا، جميل جميل والله، مش عارف ارد. احنا في لايف هنا ولايف هنا وحاجات يعني مش ممكن. نخش بقى على الخبر اللي بعديه مع الاستاذ الفنان الجميل احمد الفيشاوي. احمد الفيشاوي عنوان الخبر بيقول: من الطرف والمجون الى الهدايه. ربنا هدى الراجل، عمال على الانستجرام يقول لك انا هشيل الحلق، شال الحلق، انا هصلي بصلي، الكلام ده كله طبعا من رمضان اللي فات. ربنا هديه يا رب، يعني ربنا يصلح حاله كده ويصلح حالنا جميعا. تمام. وهي باستوريهات من جوه الجامع. اخيرا اعترف بابنه واستضافه في البيت وفي بيته، ونشر صوره ليهم، وكان بيقول في الصوره: اهلا بك في بيتك يا ابني، احبك فالعائله تاتي اولا. يعني هو بيقول احبك والعائله تاتي اولا. طبعا احنا عارفين قصه استاذ احمد الفيشاوي قديما مع استاذه هند الحناوي مع بنته قديما، وكذلك حديثا مع ابنه اللي استضافه في البيت وطلعه معاه في البوست. نخش بقى على الخبر اللي بعديه، والخبر ده حلو، حاجه كده تفتح النفس. يعني واحدة بتتخرج يا جماعة، ما تيجوا نشوف البنت النوبية الحلوة دي وهي بتتخرج عملت ايه. زي ما انتم شايفين كده طبعا. نخش بقى على الخبر الجميل اللي بعديه. طبعا انا يعني في حاجه مهمه جدا نسيت اقول لكم عليها. المفروض ان في فقره اسمها سكرول، فقره سكرول هتيجي كمان شويه. طبعا نطلع لما نخلص فقرتنا الفنيه هنيجي لها كمان شويه، ولكن احنا معانا خبر مهم جدا زي ما انتم شايفين كده في الاربع صور اللي فوق دول. الفنانه ريهام عبد الغفور عملت 4 ادوار عالميين جدا الموسم اللي فات، وما اتكرمتش في اي حاجه، يعني ما خدتش جايزه احسن اي حاجه في اي حاجه. فكان رد الفنان كريم فهمي بيقول ريهام عبد الغفور عملت موسم ولا المو صلاح، فازاي تيجي من العالمين ايديها فاضيه؟ راجل مستغرب، واحنا كمان والله العظيم مستغربين يا استاذ كريم. ماشي، نطلع فاصل سريع ونرجع مع بعض ونشوف فقرة سكرول دي هتكون فيها ايه. استنونا بعد الفاصل، هكون معاكم معتز سالم وبرنامج الليلة ويك اند كل يوم خميس الساعة 10 بالليل. حكايتنا أقدم حكاية في مجالنا، بإيدين ومواد خام مصرية
100%. كل حتة خشب كان ليها حكاية طويلة بشكل وحجم مختلفين، وده قبل ما توصل لينا. بس لما بنشوفهم بيبقى كل همنا نخليهم والأول مرة يتفقوا على حاجة واحدة. بس علشان نحقق لك اللي بتتمناه ونبدأ لك حكاية جديدة من أول تقطيع الخشب مرورا بتجفيفه ومسحه، بعدين صنفرته، وكمان تجميعه باليوريا الحاصلة على مواصفات الايزو للجودة. وتنظيف قوايمه، بعد كده كبسه، بعدين صنفرته تاني. وده بيكون قبل ما يوصل لك بشكله النهائي. جايز تكون مش عارف حكايته، احنا عندنا الحكاية وموجودين علشان نشاركك فيها. ودي فاكتوري أصل الحكاية. بمرور 40 عاما على إنشاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج. ورجعنا لكم تاني مستمعينا ومشاهدين راديو أنتيكا في كل مكان بعد الفاصل طبعا، وبرنامج الليله ويك اند مع معتز ابراهيم سالم. الفقره بتاعت النهارده يا جماعه اسمها فقره السكرول. انا مش عارف بقى اسكرول فين، يعني اكيد مش هسكرول في ايدي يا جماعه. انا هسكرول في ايدي ولا ايه؟ انا عايز السكرول يا جماعه، ما تجيبوا لنا ايوه هو ده. تمام ماشي. نفتح بقى التاب الجميل، احنا لسه بنفتح، فتحناه. اوكي الباسورد تمام، عملنا الباسورد. ايه ده؟ منين من محطة الرمل بس يا صوم؟ منين من محطة الرمل بس يا صوم؟ منين من محطة الرمل؟ مثلا محطة الرمل. منين؟ مش فاكر دي بجد؟ محطة الرمل. تمام. الجزمه من عم زغلول اللي في شارع سليمان جوهر في الدور. هايل. دي بتاعت سعيد صاحبي. اوكي. شراب قديم عمي كلمه كمان بس مبروك. انا بقول لك الحقيقه تكبر شويه فما تشغلش بالك باللي هتشوفها على الانستجرام، عشان هي كلها بتقسط الاي
الريد كاربت ده. خش بقى على الفيديو اللي بعديه مع محمود السيسي وهو بيدينا كلمتين ايه كده. نسمع محمود السيسي. وبتاكل المحشي ساقع، فالكلام ده كله هجص يا باشا، والفولورز والكلام ده على عيني وعلى راسي، بس انت ما تحسش دايما انك قليل. عادي يا باشا، تصفح واعمل السكرولات الجميله كنوع من انواع التسليه، لكن ضغائن بقى وتحط في نفسك طب انا ليه مش هناك؟ انا ما سيبك، انت بتشوفهم 6 شهور في الساحل، الكلام ده كله هم 5 ايام بس، ال5 ايام كلهم بيبقوا استوريات وصور، بنيجي ننزلهم بقى كل شهر 3 مرات ولا حاجه ونندع. فانت ما تشغلش بالك بالكلام ده كله، انت كبير. طبعا الرسالة وضحت، يعني احنا مع محمود السيسي قلبا وقالبا في اللي هو قاله. نخش كمان على الفيديو اللي بعديه. الفيديو اللي بعديه مهم جدا، واي راجل محتاج يا جماعة ان هو يسمع الفيديو ده بتمعن ويفهمه ويركز كده. طبعا هو الكلام رجالة وستات، بس بالرجالة خصوصا، ويركز في كل حرف في السكرولات الجاية دي. الكلام ده كله أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذكور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور دليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمة، وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. واحنا في الإعلام عايز أقول لكم بقى إن شرفنا كإعلاميين هو الكلمة. النفس اللي بيطلع قدام حتة الحديدة دي خلاص شرفنا. فعشان كده بخاف جدا جدا من أي كلمة تتقال قدام المايك ده، لاني بعامل ربنا رقم 1. واي حد غيري مذيع مراسل بيقعد قدام مايك وبيقعد قدام كاميرا وبيتكلم وبيعلم الناس باي شيء، لازم يتاكد وياخد باله كده من الحرف والكلمه والجمله، معناها ومغزاها والهدف منها، هتقول ايه عشان ايه، يوصل لمين عشان يتفهم ايه. الكلمه يا جماعه زي ما قال الفنان الكبير عبد الله غيث، الكلمة صعبة قوي، يعني لها معايير كبيرة في حياتنا بتحدد مصائر. الكلمة لازم تكون مسؤولية. تخش بقى على السكرولات اللي بعدها بسرعة ونشوف. تعجبك في الست ان هي تسيب لي راحتي شويه، بحيث ان انا كده كده مضغوط وكده، مفيش حد لو حد عايز يعمل غلط هيعمله لو انت واقف فوق راسه، صح؟ انا دايما اقول كده حد واقف فوق راسي كده وانا عايز اعمل غلط هعمله، بس لو هي مريحاك شويه انت اصلا هتبقى مقدر ده، وانت لو مش مقدر ده يبقى انسان ما عندكش دم بقى. يعني انت لازم تكون مقدر ان هي سايباك براحتك. فانت مش عايز. يمكن هذا اللي يخلي يمكن المرأة بالدرجة الأولى وحتى الرجل لقائه مع الإعلامي العظيم الكبير عمرو باشا أديب. المو صلاح اتكلم معاه عن الست بقى واحترامه للست وكده، وهو بيحترم أم مكة وبتخنق عليه بقى. طبعا أوروبا بقى، ليفربول، بنات أوروبا وحلويات وعسليات أوروبا. يعني راجل عينك ما بتروحش على واحدة كده صلاح ولا واحدة كده أبو الصلاويح، يعني أكيد بلونداية معدية، بلونداية رايحة، انت مش ملاكه صلاح، اكيد بتبص. فكان رد صلاح رد جميل جدا، قال لك لو الست راكبه على دماغي وانا عايز اعمل الغلط هعمله، مش هخاف. لكن لو هي سايباني براحتي ومدياني مجال للراحه، تمام، ده يخليني احترمها واقدرها اكتر، فما اعملش كده. الله عليك يا ابو صلاح يا جميل، يعني فخر العربي عالمي. خش بقى على السكرولات الجايه مع المفكر
العربي المصري مصطفى محمود. هي يمكن المرأة بالدرجة الأولى وحتى الرجل دائما يتساءل، يمكن أنت تغيرت، تسأل المرأة زوجها تغيرت، ما عدت تحبني. فظلت هذه القضية يعني ما أعتقد أنا أهيدي أكبر غلطة توجه للمرأة أو الرجل، إنه هو بيتعودوا على نوع من اشتعال العاطفة أيام الخطوبة، فيتخيلون أن القضية مستمرة على نفس المدى والمستوى ويلام الواحد والآخر، وده أكبر خطأ. ليه؟ لأن دي نعمة، دي نعمة إذا ربنا أراد بالزواج إن اللهفة والاشتعال ده اللي كان بيضيع المخ من جوه هنا يهدى. عشان إيه؟ عشان كل واحد ينصرف لعمله وينشغلوا هما الاثنين بحاجة تانية بقى أهم، اللي هم أولاد أسرة طبعا. مجتمع، بنى، سياسة، بتاع، فن، أي حاجة منها طبعا. ده مراد الله، ده مراده إن دي تهدى وتفطر. صح. إحنا بنعكس الوضع، بنتصور إن دي كارثة، انت ما كنتيش بتحبيني زي الاول، ده انت كنت وهي تقول انت ما كنت. الله، ما هو ده طبيعي، ده مراد، ده معناها ان الجواز نجح، مش واخده بالك؟ صح. طالما عامل الارتياح موجود والاستمراريه موجوده، بتتفهم ان الجواز فشل، انما ده دليل على ان الجواز نجح، ان الحرقه دي اللي كانت مخربه المخ، الحرقه دي هديت، وابتدى ايه كل واحد يركز بقى في عمله صح وينتج، لان العلاقه مش اني ابقى مشغول بيك وانت مشغوله بيا، لا، ان احنا الاثنين ننشغل بحاجه ثالثه. كل الناس ونبقى منتجين فيها اكيد. طبعا مش هعلق ورا المفكر العربي والاسلامي العظيم مصطفى محمود، وهخش على السكرولات اللي بعدها مع حبيب الملايين زي ما بيقولوا محمود باشا السيسي. كسر بره حياتي رمم كسر، انا اللي كنت مديهم هبه وقيمه وبرستيج، خرجوا بره حياتي. تعالى اتفرج على الناس اللي هم ماشيين معاهم دلوقتي، الطب الموسى اللي على الارض. والله ما بعيب في خلق الله، بس وجودي جنب الناس دي كان مديهم قيمه وبرستيج وهنا، كان ممشي سوقهم. فالمشكله في فكره ان هو كان ممشي سوقهم دي، طبعا يا جماعه انتوا فاهمين معنى السكرولايه، هي سكرولايه حزينه ومعناها من الاخر كده ان انا وجودي وسطكم كان مديكوا هبه، ولكن عدم وجودي وسطكم دلوقتي مخليكوا بلا خيبه يعني. ما علينا، نخش مع اخر سكرولايه معانا، والسكرولايه دي مهمه جدا. السكرولايه دي بهديها لسفاح الجيزه. المؤذي انه عمره ما بيقتنع ان هو مؤذي، هو شايف نفسه ملاك. لا، هو عمره ما بيقتنع ان هو مؤذي، هو دايما شايف نفسه ان هو دور الضحيه، يعني شايف نفسه ان هو ضحيه لشخص مثلا معين، فبيحاول يعمل اسقاط من العيوب اللي موجوده عنده، ودايما بيطلعها في الناس او بيطلع عقد النقص في الناس اللي حواليه. ما بيقتنعش وبيتفنن الدور كويس، وشايف ان هو لما بيعمل كده مع الشخص ان هو بيدافع عن حقوقه، عن وجوده وبيدافع عن حقوقه، وما ينفعش لاي حد يتجاوز في حقوقه، وعنده الانا بتبقى عاليه، انا نرجسيه، انا كذا، انا الفلان الفلاني، انا تعملوا لي 1000 حساب، انا تقفوا كل، انا تحترموني. الانا دي دايما لما بتبقى عاليه عند شخص دايما بتدل ان الشخص ده عنده عقد نقص. عقد نقص، القتل عقد نقص، السرقة عقد نقص، الكذب عقد نقص، النفاق عقد نقص، أي حاجة خصلة سيئة فهي عقدة نقص. يا جماعة حاولوا تاخدوا الحلو من كل حاجة في الدنيا. بلاش نبص لمسلسل سفاح الجيزة ده ونخلي أطفالنا الصغيرين يتفرجوا عليه، أطفالنا ما يتفرجوش عليه، شبابنا الصغير اللي لسه تفكيرهم بيتكون بلاش يتفرجوا على الحاجات دي. نعتبره عمل فني جميل ونحطه في الدولاب نتفرج عليه كمان 40-50 سنة نقول ان احنا يعني وثقنا الجريمة وخلاص. نعتبره ان هو دوكيومنتري، حاجة وثائقية، ما نعتبروش عمل فني يا جماعة. الكارثة فكرة وجود دم أطفال ممكن تتفرج عليها جوه البيوت، حاجة أنا برفضها جدا وبشجبها جدا وضدها جدا. وضد، أنا بقى أعلن من عندي هنا إن أنا ضد مسلسل سفاح الجيزة
قولا وفعلا انت ما بتطلعليش اي حاجه في الدراما تخليني افهم انت عايز ايه. انا في الاخر انا خايف اتعاطف مع القاتل في الاخر. انت مطلعه ان هو ملاك بريء مع كل الناس، ولكن مع ضحاياه مجرم وقاتل متسلسل. الشيزوفرينيا اللي انت بتصدرها لنا دي، ولا تعليم الناس القتل وكيفيه القتل باحترافيه، ده شيء مرعب جدا. المشاهد اللي فيها دم وسكينه وحرفنه في القتل حاجه منتهى الرعب. بشكركم جدا ان انتوا استحملتوني طول الحلقه دي واتفرجتوا على الحلقه معايا في اللايف، وشاركتوني من خلال كومنتاتكم على الفيسبوك، ومن خلال كومنتاتكم معايا على الانستجرام. بشكركم جدا جدا جدا. كان معاكم معتز سالم وبرنامج الليله ويك اند. استنوني الاسبوع الجاي. بس خليني اقول لكم ان فقره السكرول المره دي هتبقى عندكم انتوا. ابعتوا لي الفيديوهات اللي حابين تشوفوها معايا على السكرول ونعرضها معانا المره الجايه. طبعا فريق اعداد هيكون مجهز، ولكن مستني اشوف سكرولاتكم اللي انتوا حابين تشوفوها معايا في البرنامج. تصبحوا على خير. كان معاكم معتز سالم وبرنامج الليله ويك اند على راديو انتيكا كل يوم خميس الساعه 10 بالليل.